اتنين كسلانين خالص قاعدين مع بعض، فالاول بيقول للتاني: يا ريت عندنا زرار نكبسه يطلع لنا كل حاجة احنا عايزينها. قام التاني قال له: ويا ريت الزرار ده يكبس لوحده. واحد غبي راح يقدم في وظيفة، بيسأل المدير: هو المرتب كام؟ المدير قال له: 2000، وبعد سنتين هيبقى 5000. فقال له: خلاص، هبقى اجي بعد سنتين. مرة واحد بيقول لخطيبته: هجيلك كمان شوية، أول ما أدمرلك انزلي. قالت له: حبيبي ألف مبروك، اشتريت عربية؟ قال لها: لأ يا روحي، اشتريت زمارة. محدش واقف قصاد قاضي، فالقاضي بيقول له: لو قلت لي 7 كلمات بحرف الألف هديك براءة. راح قال له: أشتريها، أسخنها، أفركها، ألفها، أشربها، أتسطل، أنام. قال له: إعدام. واحد مربي بغبغان في البيت عنده، وحماته قاعدة معاه في نفس البيت. المهم، البغبغان كل شوية يقول: يا رب حماتي تموت، يا رب حماتي تموت. الراجل خاف حماته تسمع الكلام ده تزعل وتعمل مشكلة. طلع جري على قسيس الكنيسة، قال له: الحقني يا ابونا وشوف لي حل، عندي بغبغان في البيت كل شوية عمال يقول: يا رب حماتي تموت، يا رب حماتي تموت، وحماتي ساكنة معايا في نفس البيت، ومش عارف أبيعه ولا أرميه. قام قال له: لا لا لا، بص يا ابني، لا ترميه ولا تبيعه، أنا عندي بغبغان في الكنيسة، خده، هو حافظ الألحان والترانيم، هيظبط لك الحكاية. وراح واخده وحطه في القفص اللي فيه البغبغان بتاعه. المهم، بعد أسبوع راح لابونا، قال له: ها، ازاي الحال دلوقتي؟ قال له: أسوأ ما يكون يا ابونا، البغبغان عمال يقول: يا رب حماتي تموت، والتاني يرد ويقول له: آمين. واحد بيسأل الدكتور في طريقة لإطالة العمر. الدكتور قال له: اتجوز، يعني الجواز هيطول العمر. قال له: لأ، بس فكرة العمر الطويل هيروح من بالك. واحد كسب 1,000,000 جنيه، فراح لمراته يفرحها، فمراته ماتت من الفرحة. قال: سبحان الله، الخير لما بيجي مرة واحدة، الله عليك. مسطول أبوه مات، قعد يبكي شوية وجاله تليفون من أخته، قفل معاها وقعد يبكي أكتر ويصوت. سألوه: فيه إيه؟ قال لهم: أختي كمان أبوها مات. مرة دكتور ومحامي وصيدلي قاعدين في مركب. الدكتور سأل المراكبي، قال له: تعرف حاجة عن الطب؟ قال له: لأ. قال له: فاتك نص عمرك. المحامي سأله: تعرف حاجة عن المحاماة؟ قال له: لأ. قال له: فاتك نص عمرك. الصيدلي: تعرف حاجة عن الصيدلة؟ قال له: لأ. قال له: فاتك نص عمرك. المركب اتقلبت. المراكب سألهم: تعرفوا حاجة عن السباحة؟ قالوا له: لأ. قال لهم: فاتكم عمركم كله، خلوا الفزلكة تنفعكم، الله يرحمكم. واحدة بتقول لجوزها: انت ليه ما بتقوليش ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك ابدا؟ قال لها: طيب، وافرض ربنا استجاب اعمل ايه انا بقى؟ الامريكان والروس بيترسموا على بعض. الامريكان يقولوا: احنا اول ناس طلعنا القمر، والروس يقولوا: لا، احنا اول ناس طلعنا القمر. واحد مصري كان واقف اتضايق قوي، قال لهم: انتم لما طلعتوا القمر لقيتوا ايه هناك؟
قالوا طوب ورمل وزلط. قال لهم احنا اللي مطلعينه، مش انتم. طفل صيني بيسأل باباه، بيقوله بابا هو ليه كل العالم بتقول علينا اننا شبه بعض؟ باباه قاله سيبك منهم، ده كله كلام فاضي، وبعدين انا عمك مش ابوك. واحدة بتسأل صاحبتها الرومانسية ازاي بتخلي جوزك يجيبلك طلبات البيت؟ قالت لها سهلة خالص، بكتب له جبنة بيضة زي قلبك، عسل زي كلامك، سكر زي دمك، طماطم زي لون خدك، شطة زي مشاعرك، صابونة زي ريحتك. فصاحبتنا حبت تقلدها، راحت كتبت الطلبات دي: بصل زي ريحتك، بطيخة قد كرشك، بتنجان زي وشك، طماطم لون عيونك. ربنا يتولاها برحمته بقى، ما لحقتش تتهنى بالرومانسية. مرة واحدة كتبت لزوجها رسالة: زوجي العزيز، ماذا بينك وبين الله؟ ما هو السر الذي خبأته حتى يرزقك الله بزوجة مثلي؟ رد عليها زوجها: كنت لا بصلي ولا بصوم، فربنا انتقم مني. مرة 3 أطفال راحوا محل لعب، واحد بيقول للراجل: عمو أنا عايز بالونة. جاب السلم وطلع جابله بالونة ونزل، فسأل التاني: وانت عايز ايه؟ قال له عايز بالونة. قال له طب ما قلتش ليه وانا فوق؟ المهم جابله البالونة، وهو فوق بيسأل التالت: وانت كمان عايز بالونة؟ قال له لأ. فنزل الراجل وقال له امال عايز ايه؟ قال له عايز بالونتين. ها. بيسألوا مسطول ايه الفرق بين تجارة عين شمس وتجارة الحشيش؟ قال لهم تجارة عين شمس 4 سنين، اما تجارة الحشيش 25 سنة. مواب. واحدة جوزها مات بعيد عن السامعين، وهي ماشية في الجنازة عمالة تقول حبيبي يا جوزي وتعيط: يا حبيبي يا مستتني يا مهنيني يا جملي. فواحد سمعها فبقول لصاحبه: شايف الحريم دي كانت بتحبه حب؟ قال له حب ايه يا عم، ده كهن حريم، تحب اوريك؟ تعالى. فجه وقرب من ودنها: يا عسل انت يا جميل يا اللي مفيش زيك اتنين، يا قمر لو اعرف بيتكم فين لاجي واتجوزك بعد ال40، انت يا عسل. فقالت له: يا حبيبي يا جوزي يا اللي مسكني في مساكن فيصل في الدور الرابع اول شقة على اليمين، يا جوزي. فزورة الحلقة: أملك مفاتيح كل شيء ولكنني لم أملك أفتح أي باب. هقول تاني: أملك مفاتيح كل شيء ولكنني لم أملك أفتح أي باب. لو عرفت الحل منتظرك في كومنت. وفي النهاية يا أصدقائي، إذا أعجبكم محتوانا أرجو اشتراككم في القناة لأنه شرف عظيم لنا، وعمل اللايك هو الذي يساعدنا في الاستمرارية. شكرا وإلى اللقاء في الفيديو القادم. واحدة بتعيط على قبر جوزها وبتقول له اتبهدلنا من بعدك يا ابراهيم، حمادة ابنك عايز هدوم، وعبير بنتك عايزة فستان، وجلال ابنك عايز يتجوز. تاني يوم جالها في الحلم وقال لها: فتحية انا في القبر مش في دبي. ابن بيسأل ابوه: الحب بيزيد ولا بيقل بعد الجواز يا بابا؟ رد ابوه قال له: بيضيع زي فردة الشراب في الغسالة بالظبط، يعني موجود في البيت بس مش لاقيينه.
في فلاح كل ما يحط حشيش للبقرة بتاكله الفرخة. قال لها شوف يا زفتة، لو أكلت الحشيش مرة تانية هنتف ريشك وهحطك في القفص، فهمتي؟ راحت الفرخة أكلت الحشيش. الفلاح نتف ريشها وحبسها. شافها الديك عريانة في القفص، سألها دعارة؟ ردت عليه لأ، حشيش. ولد بيقول لأمه يا ماما، الطور اللي عندنا في المزرعة كل يوم بشوفه بيعاكس البقرة. الأم علي صوتك خلي الطور اللي جنبك يسمع. رد الأب بيعاكس نفس البقرة ولا بيغيرها؟ الابن لأ، كل يوم بقرة مختلفة. الأب علي صوتك خلي البقرة اللي جنبك تسمع. بيسألوا الفار ليه بتحب البنات؟ قال محدش عامل لي شخصية غيرهم، كل ما يشوفوني يصرخوا. حسيت اني مهند. ها ها هاي. واحد بلدياتنا كان قائد في الجيش وقدامه 4 صفوف عساكر، وواحد من العساكر عطس. القائد سأل أول صف مين اللي عطس؟ محدش رد. فتح النار عليهم وقتلهم كلهم. وبعدين سأل الصف التاني مين اللي عطس؟ محدش رد. راح فاتح النار عليهم. والدور على الصف التالت. قام واحد خاف وقال له أنا اللي عطست يا باشا. قال له القائد يرحمكم الله. نفسي اشوف موظفة بتاعت خدمة العملاء بتعدي الشارع واخبطها بالعربية واسمع صراخ وهي بتقول ودوني المستشفى، وارد عليها جميع الموظفون مشغولين بخدمة عملاء اخرين، انتظارك محل اهتمامنا، وقد يستغرق الرد على اسعافك 20 دقيقة و27 ثانية. استمع الى العروض. تريد عناية مركزة؟ اضغط 2. تريد عناية القلب؟ اضغط 3. تريد الثلاجة؟ اضغط 4. ولخدمة القبر اضغط 5. واحد بلدياتنا بيتخانق مع واحد فضربه على وشه، فقال له ليه؟ ما قفايا موجود. حاج كبير في السن قاعد في الدكان بتاعه، دخلت عليه بنت حلوة وهو في المحل وعجبته قوي. قالت له ده دكانك يا حاج؟ قال لها وعندي 3 دكاكين غيره، ودخل في الشهر لا يقل عن 20,000 جنيه، وبحب الحياة ومن زمان نفسي اتجوز ومحوش 500,000 جنيه عشان اتجوز بيهم، ده غير فلوس الكتير اللي في البنك. قالت له طيب يا حاج، انا ايمان من مصلحة الضرايب، ممكن اعرف اسمك بالكامل؟ قال لها انا عمك عبده الكذاب ابن منصور الكذاب، احنا عيلة كلها ولاد كلب كذابين، حتى اسأل السوق كله عارف ان كذاب ابن كذاب. اب قال لابنه روح شوف النتيجة ولو نجحت هذبح لك خروف. لما رجع قال له عملت ايه يا ابني؟ قال له الخروف اتكتب له عمر جديد. 3 محششين وقفوا تاكسي. السواق عرف انهم محششين، شغل العربية وطفاها وقال لهم وصلنا. الاول دفع الاجرة، والتاني قال له شكرا، والتالت ضرب السواق على قفاه وقال له ما تبقاش تجري بسرعة تاني. طلبت جوزها بالتليفون وقالت له العربية عطلانة وبتهيألي المية دخلت على الكربراتير. الزوج قال لها والله وبقيتي تفهمي في الميكانيكا، فين العربية دلوقتي؟ قالت له في الترعة. مصرية شافت فار في ألمانيا، صرخت وقالت مامي وحش. رد عليها الفار ما تتميعيش قدام الأجانب، أصلا أنا جيت معاكي في الشنطة.
ابو سامي مريض في المستشفى والدكتور قال له حالتك ميؤوس منها وهتموت بعد 24 ساعة. ارجع البيت واعمل كل اللي نفسك فيه. روح ابو سامي وقال لمراته ام سامي انا هموت بعد 24 ساعة وعايزك تعملي لي كل اللي نفسي فيه. اعملي لي طاجن بطاطس بالفراخ. راحت وعملت له. بعد ساعة قال لها نفسي في ملوخية. راحت وعملت له. بعد ساعتين قال لها عايز كفتة. راحت وعملت له. في نص الليل قال لها نفسي في محشي. راحت وعملت له. بعد ساعة قال لها نفسي في فنجان قهوة. أم سامي قالت له يا راجل خلاص نام، بكرة عندنا دفنة وعزا مش فاضيين. ولد راح للبقال وقال له عندك جبنة رومي؟ البقال قال له ايوه. الولد قال له طب اديني بجنيه حلاوة. تاني يوم جاله نفس الولد وقال له عندك عيش فينو؟ قال له ايوه. قال له طب اديني بجنيه عيش بلدي. تالت يوم جاله نفس الولد وقال للبقال عندك زيتون؟ قال له ايوه. قال له طب اديني بجنيه خيار مخلل. البقال زعل جدا وراح يشتكي لابو الولد ده وقال له ابنك بيعمل كذا وكذا. رد ابو الولد وقال له ده ولد قليل الادب، انت عندك عصايه؟ رد البقال اه عندي. قال له طب اضربه قلمين.